مثالنا. عارف الودود ايه؟ هو المحب لمن يحب ومن لا يحب، المتعطف بالحب على من يحب ومن لا يحب، يتودد إلينا بالمواهب وهو أغنى الأغنياء عنه. أنا عايزك بقى تسبح كده. الودود يعني إيه؟ الذي يعطي بحب من لا يستحق ما لا يستحق. الذي يعطي بإيه؟ هيقول لي بقى وأنا ماشي بره في ودني، أقولها كم مرة؟ هزعل منك طبعا، وإحنا بنحضره. ما هو حاضر، قولها مرة يسجد بيها قلبك، ما سجدش افضل قولها لحد ما يسجد. وخليك ناصح، خليك عبد، خليك شاكر. شوف عطاك كم نعمة ما تستحقهاش، قول يا ودود. كل ما تبقى معاك عن الجلابية اللي انت لابسها دي ستر قبائح كتير، مين اللي سترها؟ الودود. في غيرك بيصلوا ليل ونهار نفسه في عيل، عندك عيال قد كده واجعين دماغك، قول يا ودود. انا روحت البيت، انت واحد ما عملش حاجه وتلاقي عيني نايم على السرير في مستشفى مركبين له 50 انبوبه عشان يتنفس، وانت في كمالات الصحه مع انك ما بتصليش. مين اللي اعطاك الصحه دي؟ هي مش فرض عليه، ده ود. مين اللي لما بتعصاه بيسامحك؟ مين اللي كل ليله يعملها لك ليله قدر بس انت مستني 27 رمضان عشان تدعي ربنا؟ هو بياخدك على قد فهمك، لكن كل ليله بيقول: هل من مستغفر فاغفر له، هل من تائب فاتوب عليه، هل من ذو حاجه فاقضي له حاجته. لاحظوا يا عباد الله انه من كمالات مودته بخلق انه يدعو من عصاه الى دوائر عطاه. لا يخلق فاها وينساه، ويدعو من عصاه قبل من أطاعه إلى دوائر عطاه. هذه ربوبية المودة أو مودة الربوبية. من زمان كنا بنصلي للمعبود وده حلو، النهاردة نصلي العشاء للودود. نفتكر قبل تكبيرة الإحرام لحظة كده، نقف نفتكر قد إيه من النعم إحنا غرقة فيها، قد ايه من الاستار اللي ربنا منزلها علينا مخلي الناس بتعظم فينا، قد ايه من العلوم عرفها لنا، من كمال عظمته علينا، من عظمه اسم الله الودود حضره النبي انه تعطف على هذا الوجود بسيد الوجود صلى الله عليه وسلم. هو نفحه الجود التي افاضها الله على الوجود ليجمع الوجود إلى الودود، وما كان إسراه ومعراجه إلا ليبرز للعالمين أن الإنسان محل نظر الله، وأن الإنسان إذا تحلى بوصف العبودية فهو أرقى من يدعى إلى دائرة الإحسان والألوهية. وصلى الله عليه وعلى آله.